تعالوا النهارده نعمل حمص الشام. حمص الشام الأكلة الرسمية بتاعتنا في الشتا. هو مش بس يا جماعة بيدفي وجميل ورائع، لأ هو كمان مفيد جدًا، يعني حمص الشام وخاصةً البلدي بتاعنا وده اللي إحنا هنعمله النهارده، هو مليان بروتينات عالية جدًا، يعني أنا عن نفسي كوباية حمص الشام دي فعليًا بالنسبة لي وجبة، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة من غير بقى بصل وحاجات كتير، لأ خالص هيبقى سهل، هنعمله بس بشوية حمص شام وشوية شوية حمص وشوية وجزراية مبشورة، هيطلع منِّك أحلى حمص الشام باللون الجميل الرهيب اللي أنتِ شايفاه ده، سهل وجميل وخفيف أوي على المعدة. مبدئيًا هاحتاج كوبايتين حمص شام بلدي، أنا مستخدمة البلدي، أنا باحب البلدي طعمه أحلى يا جماعة ومفيد أكتر. آآ شايفينه صغنن إزاي؟ لازم حمص الشام يتنقع 6 ساعات، أنا هاخد دلوقتي كوبايتين وأنقعهم في مَيّة عادية جدًا، أهو ده بعد ما نقعته في المَيّة لمدة 6 ساعات، يُفضّل ليلة كاملة كمان، عشان ما ياخدش منِّك وقت على النار. أهو شايفين يا دوبك يعني مثلًا كوبايتين حمص الشام حاطة فيه 3 كوبايات مَيّة، مغطياه بالمَيّة، وده معايا حوالي جزرتين خدتهم كده وبشرتهم، يكون طبعًا جزر صابح كده وجميل يعني ما يكونش فيه حاجة بايظة والّا بتاع، عشان الحمص الشام ده يقعد عندِك في التلاجة ممكن 3، 4، 5 أيام، ممكن أسبوع يقعد في التلاجة. باخد كوبايتين الحمص واحطهم على النار واسيبه بقى إيه لحد ما يغلي كده، ياخد بقى وقته على النار. أهو بُصّوا بقى بدأ يغلي وبدأ يطلّع الريمة، ده بيبقى بعد حوالي ربع ساعة كده، ابتدي أشيل الريمة كده من على الوش، وبعد ما أتأكد إن أنا شِلت الريمة كده، كده الحمص الشام بتاعي غلى بقى، أروح حاطة الجزر بتاعي، بُصّوا الجزر لونه جميل إزاي. هو يا دوبك حمص وجزر، والله أسهل طريقة هتجربوها وطعمه جميل جدًا، يعني أنا مش باحب موضوع إن أنا أضيف عليه بصل وطشة والكلام ده بيبقى تقيل، لكن ده خفيف أهو. ده بقى بعد ما غلى بعد ساعتين كده، بُصّوا، بعد ساعتين بُصّوا بدأت الحمصاية أهي بدأت خلاص تستوي لإنها طبعًا منقوعة كويس، أبتدي بقى أجيب أحط ملح. طبعًا يا جماعة الملح أنا ما حطيتوش من بدري علشان لو حطيته من بدري كان يأثّر على السِوَى بتاعي. فأنا إيه، يا دوبك حاطاه أول ما دخل في السِوَى، وده ملح بكمون ومعلقة بابريكا، معلقة واحدة بس صغيرة بابريكا زي ما أنتم شايفين، هي البابريكا بقى اللي هتزوّد اللون، الجزر ما شاء الله مدّي له لون جميل أوي، محمِر كده وجميل، والبابريكا هتزوّد اللون، عايزة تستغني عن البابريكا استغني. وأنا أهو دلوقتي باضيف مَيّة مغلية. ليه باضيف المَيّة المغلية دي؟ عشان حُمُّص الشام بيحب المَيّة، يعني يبقى الكوباية نُصّها حُمُّص نُصّها مَيّة، ف الحُمُّص بجد بتبقى لازم تبقى مَيّته حلوة، فباضيف دلوقتي مَيّة مغلية، دي في مرحلة خلاص إن أنا قرّبت أطفي عليه، 10 دقايق بالضبط وهاطفي عليه. أهو كده خلاص الحُمُّص بتاعنا استوى، آخده بقى أبتدي بقى أحُطّه في الكوبايات، بُصّوا بقى لونه جميل إزاي، لونه جميل وطعمه جميل وما فيهوش أطعم كتير يعني هو يا دوبك الجزرة دي يا جماعة هتسكّره أوي وهتدّي له اللون المميز الجميل ده. وابتدي بقى أحط بقى الحياء بتاعي بقى، أسهل حياء لحمص الشام، ملح كمون وملح أبيض وشطة طبعًا عشان أنا باحب الشطة جدًا، جدًا، حمص شام يعني شطة لازم يبقى مشطشط، طبعًا الشطة دي طبعًا في الآخر على حسب اللي أنتم بتحبوه يعني، بس أنا باحبه يكون مشطشط زي ما أنتم شايفين كده، وطبعًا ليمون، ليمون بقى على قد ما تقدري، قد ما تقدري حطي ليمون، أهو جميل، بجد، بجد جميل، أحلى من العربيات 100 مرة، هيعجبكم جدًا، مشروب مفيد وجميل أوي للشتا. أتمنى إن هو يعجبكم، أتمنى إن أنتم تجربوا الوصفة، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.